ليه اصلي للرب يسوع وحده؟ طبعا لان الرب يسوع هو القدير اللي يقدر على كل حاجه. دايما لما بحتاج اطلب حاجه اطلب من حد يقدر يديني. فمين يقدر على كل حاجه؟ الله. فانا ليه بصلي له هو؟ عشان هو يقدر. مش بس عشان هو يقدر، لكن ممكن واحد يكون يقدر يديني اللي انا محتاجه بس ما بيحبنيش، فهيديني ولا مش هيديني؟ فلازما يكون حد بيحبني يقدر يديني. فدول يعني صفتين، مش كل حاجة طبعا، لكن دول حاجتين يخلونا نصلي للرب. هو القدير، هو الوحيد اللي يقدر على كل حاجة، هو بيحبني وعايز يديني، كمان هو الوحيد اللي يقدر يسمعنا كلنا في وقت واحد غير محدود. يقدر يسمع الناس اللي بتصلي هنا في السويس، ويقدر يسمع الناس اللي بتصلي في القاهرة، ويقدر يسمع الناس. هو غير محدود، يقدر يسمعنا ويقدر يستجيب لصلاتنا مهما كان عددنا ومهما كان وقت الصلاة، بالليل، ظهر، والناس نايمة، أي وقت. طيب ايه شروط الصلاة المستجابة؟ يعني ايه الشروط اللي تخلي الصلاة بتاعتي اول ما اصليها تكون مستجابة عند ربنا؟ طبعا علشان اصلي وربنا بيسمع طبعا، بس عشان ربنا يستجيب للصلاة لازما في شروط. ايه الشروط بتاعت الصلاة المستجابة دي؟ رقم واحد، اكون انا اساسا مؤمن. لو انا مش مسلم حياتي للرب يسوع وبصلي وبقول له يا رب باركني لا، صلاتي مش مقبولة. اول صلاة الله يستجيبها للخاطي هي صلاة التوبة. نصلي يا رب انا بتوب، زي كل الاولاد والبنات الجمهور اللي معانا اللي صلى امبارح وكان بيتوب وبيسلم حياته للرب يسوع. دي صلاة مستجابة. لكن كمان لو انا مؤمن وبصلي وانا مش مصدق، يعني بقول له يا رب انا محتاج فعلا، يا رب احنا محتاجين فلوس، احنا كأسرة محتاجة، فمن فضلك يا رب ادينا احتياجنا، وانا مش مصدق ان ربنا هيديني، انا ما عنديش ايمان. لا، لازم يبقى عندي ايمان. شروط الصلاة المستجابة يكون عندي ايمان. كمان اكون انا فاهم انا بقول ايه وعايز اللي انا بقوله دوت. يعني ممكن واحد مثلا يصلي يقول له يا رب انا عايز ابطل كذب يا رب، وهو بيصلي كده بيفكر لما يخرج يكذب يقول ايه. يعني بيصلي كلام هو ايه مش عايزه. يعني هو بيقول يا رب انا عايز ابطل هو ربنا هيخليني ابطل كذب بالعافيه؟ يعني كل ما اجي اكذب يعمل كده؟ لا، انا اكون بصلي وانا اللي انا بصليه ده انا فاهمه وانا عايزه فعلا واعيشه في حياتي. كمان اصلي صلاه، لما اصلي الصلاه المستجابه يعني ما يكونش في خطايا في قلبي انا قافل عليها. في ايه بتقول ان رعيت اسما في قلبي لا يستمع الي الرب. يعني لما يكون في خطيه في قلبي وانا مكبرها وبربيها ورعيتها واكلتها، بكذب وبكذب 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 وما تبتش عن الخطيه ديت، صلاتي مستجابه ولا مش مستجابه؟ مش مستجابه طبعا، لان انا بصلي وانا في خطيه مش تايب عنها. فيكون عندي ايمان، يكون قلبي نقي، يكون مفيش اسم في قلبي، مفيش خطيه انا مربيها ومكبرها في حياتي. كمان قلنا ايه تاني؟ حد فاكر؟ اكون انا فاهم انا بقول ايه، واكون انا عايز اللي انا بطلبه. 3 2 1 اكشن. الو. الو. مساء الخير. معلش الخط قطع. لا ما فيش مشكلة خالص. طيب هو سؤالي بيقول هو انا لما اصلي يعني ربنا ده هيسمعني ولا لا؟ طب ولما يسمعني هيستجيب للصلاة بتاعتي؟ تمام، حاضر، شكرا على السؤال ده. السؤال بيقول يا ترى انا لما اصلي ربنا هيسمعني ولا لا، ويا ترى هيستجيب للصلاة ديت ولا لا؟ سؤال مهم جدا، وسؤال يعني مفيد. لما اصلي ربنا هيسمعني ولا لا وهيستجيب ولا لا؟ طيب انا حابب ناخد راي الجمهور والشارع. معانا المراسل بتاعنا بتاع البرنامج. اهلا وسهلا بيكم حضراتكم. احنا وسط الجمهور وفي الشارع، والناس اللي سمعت المحاضره اللي كانت من شويه والكلام اللي اتقال، والناس كلها صاحيه. صح؟ مين صاحي؟ مين صاحي؟ السؤال اللي اتقال دلوقتي احنا سمعنا اجابته من شويه. مين يجاوب معانا قدام الكاميرا؟ مين يجاوب؟ مين يشارك معانا ويجاوب؟ نسمع مين يشارك؟ اهلا وسهلا. نسمع. اهلا وسهلا. نتعرف بحضرتك. اهلا وسهلا. أنا موسى النبي.
موسى. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا ابني. حضرتك انت ظهرت في موضوع يخصك خالص. احنا النهارده بنتكلم عن الصلاه، وانت في حياتك كان في كذا نوع من الصلاه اللي احنا اتكلمنا عليهم. هو الحقيقه انا كنبي كان عليا مسؤوليه قياده الشعب. كان بيستدعي كتير من الاحيان اني اكون بصلي عشان خاطر الشعب عنده احتياجات كتير ومشاكل كتير، وكان لازم ابقى على ركبي على طول قدام ربنا عشان اخد الكلام واوصله للشعب. طب احنا عايزين نعرف من حضرتك النهارده ودلوقتي مرة من مرات الصلاة اللي الله استجاب فورا للطلبة اللي انت رفعتها. الحقيقة عندي اكتر من موقف. مرة واحنا لسه خارجين، وانت عارف ان احنا كنا في الصحراء بتاعت سينا ومفيش مية نشرب، والشعب ابتدى يتذمر عليا انه عايز يشرب مية، واضطريت ان انا اصلي. ومرة تاني الشعب كان محتاج ياكل لان ما كانش فيه اكل، وقال انت جبتنا هنا عشان تموتنا، وكنت بصلي تاني. لكن اكتر مرة كانت استجابة الصلاة قوية وفورية. كنا داخلين نمتلك المكان اللي الرب قال ان احنا هنمتلكه، وبعدين كنا بنحارب شعب قوي جدا اسمه شعب عماليق، وده مسؤولية الحرب كانت محطوطة على القائد يشوع. وبما ان انا كبرت في السن وما اقدرش احارب يا مجدي يا ابني، الا ان انا كنت واقف هناك على الجبل فوق رافع ايديا وبصلي عشان خاطر القائد يشوع وعشان الجنود اللي معاه، الرب يديهم ان هم ينتصروا على الشعب الصعب ده اللي اسمه عماليق. وهناك يا ابني انت عارف ان انا كبرت في السن، وقفت ارفع ايديا عشان اصلي 10 دقايق ربع ساعة وايديا وجعتني. وهناك جابولي حجر كبير زي ده، وقعدت هناك وانا قاعد صليت وانا قاعد. انتوا زي ما انتوا عارفين مفيش وضع معين للصلاة. انا لما تعبت من الوقفة قعدت، وجوم 2 سندوا ايديا من هنا ومن هنا، ورفعت ايديا وطلبت من ربنا وقلت له يا رب القائد يشوع والشعب بين ايديك يا رب. وفورا الرب استجاب وابتدى الشعب ينتصر، والرب يدينا نصرة على عماليق، وقدرنا ننتصر عليهم. وكانت الصلاة استجابة فورية. استجابة فورية. الصلاة المستجابة استجابة فورية. في اللحظة اللي كان موسى فيها بيصلي الشعب انتصر على عماليق. احنا بنشكرك خالص على المعلومة الجميلة دي. شكرا شكرا. والآن أعزائي المشاهدين نعود للاستوديو وضيوفنا. الو الو الو، مساء الخير. يا مصر، اللي انا سمعته من موسى دواتي بجانب كده، كل ما اصلي ربنا اكيد هيستجيب. تاني صوتك اسف مش سامع، لو صح ممكن توضح صوتك؟ اللي انا سمعته من النبي موسى كده، يبقى انا كل ما اصلي الرب هيستجيب. تمام. في عند حضرتك اي اسئله تاني؟ كل اللي انا هطلبه من ربنا اكيد هيستجيب. تمام. في عند حضرتك اي اسئله تاني ولا كده خلاص؟ شكرا. ماشي شكرا. حد سامع سؤال التليفون؟ السؤال بيقول يا ترى كل ما اطلب اي طلبه من ربنا هيستجيب ولا لا؟ طيب إجابة السؤال دوت برضو مش أنا اللي هجاوب عليها، لكن حضراتكم مع المراسل بتاعنا. اتفضلوا. ضيفنا اللي نقعد ساكتين علشان يقدر يوصل بالسلامة، علشان هو سنه كبير ودقنه بيضة وماشي على مهله وقرب علينا وقرب يوصل. الصوت يا ولاد، الصوت يا ولاد عشان ما يرجعش تاني. اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا. نتعرف بحضرتك. ازيك يا ابني؟ اهلا وسهلا. نتعرف بحضرتك. انا ابراهيم. ابراهيم ابو الاباء، مش هنسمع. انا يا ابني زمان اول ما اتجوزت ستك ساره، وقلت اكيد ربنا هيدينا شويه عيال حلوين، وفضلت مستني سنه بعد سنه، وعمال اصلي اقول له يا رب
مش انت قلت هتديني عيال كتير؟ راح ربنا قال لي ده انا هديك عيال عددهم قد النجوم اللي في السماء دي كلها، وقد الرملة اللي على شاطئ البحر دي كلها. تمام. وانا عمال اصلي ومستني، وسنة بعد سنة وما عندناش عيال، لغاية ما بقيت عجوز زي ما انت شايف كده. لما بقى عندي 100 سنة وستك سارة بقى عندها 90 سنة، وقلت أكيد بقى ربنا نسي أو تلاقيه غير كلامه. وبعدين وأنا عندي 100 سنة ولقيت ربنا راح ادانا ولد. انت عندك 100 سنة وسارة عندها 90 سنة، والرب استجاب للطلبة بعد كل المدة دي. أتاري ربنا عمره ما بيكذب أبدا، حتى لو استنى 100 سنة برضه بيعمل اللي هو قال عليه. طالما وعدنا لازم بينفذ وعده وبيستجيب الصلاة. احنا متشكرين خالص، متشكرين خالص. شرفتنا شرفتنا شرفتنا. أول مرة مع موسى استجابة فورية في نفس اللحظة. تاني مرة سمعنا مع إبراهيم فضل سنين طويلة يصلي إن الرب يديله ابن. الرب ما نسيش لأن الرب وعده، والرب نفذ وعده في الوقت اللي ربنا محدده. أعزائي المشاهدين نعود إلى الاستوديو. متشكرين جدا يا مراسلنا أستاذ مجدي، وحابين نوجه لحضرتك سؤال. حضرتك إيه رأيك في الكلام اللي اتقال دلوقتي وسمعته؟ نفهم من الضيوف والكلام اللي اتقال انه ربنا بيستجيب للصلاة. احيانا بيستجيب ويقول اوكي انا موافق على صلاتك ويدينا محتاجينه، لكن احيانا كمان يقول لنا استنى شوية، زي ما عمل مع ابراهيم. وابراهيم فضل يصلي لغاية لما كان سنه كام سنة؟ 99 سنة. لما جه ابنه اسحاق كان عنده 100 سنة. فتخيلوا ابراهيم قعد يصلي قد ايه؟ طول ال 99 سنة بيصلي، بيقول له يا رب أنا عايز ولد. كان من حقه ولا مش من حقه؟ طلبة حلوة ولا وحشة؟ كان بيصلي بإيمان ولا مش بإيمان؟ بإيمان. وربنا كان بيأكد له الوعد، بيقول له أنا هديك. بس إمتى؟ في الوقت اللي ربنا بيحدده. يعني ممكن الله يديني إجابة فورية واستجابة فورية، لكن ممكن كمان يقول لي حاضر بس مش دلوقتي. في اتصالات تاني؟ الو مساء الخير. ايوه مساء النور. انا ليه ساعه الانتظار على فكره؟ اسف مش سامع. انا عايز استفسر بس عن مش احنا برنامج الكوره في الملعب؟ كرة في الملعب؟ لا حضرتك ده برنامج تكلم يا رب. لا حضرتك ده برنامج تكلم يا رب، مش انا في الملعب. نعم؟ ده برنامج تكلم يا رب، مش البرنامج اللي حضرتك طالبه. مش الشربيني؟ لا. خلاص ماشي شكرا. ماشي يا فندم. مش تفلتر التليفونات يا مخرج. شوف شربيني مين والكرة في الملعب مين. لا 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 لا، مش هكمل الحلقة. مفيش. الو مساء الخير. الو مساء الخير. مساء النور. برنامج تكلم يا رب. بالظبط. طيب انا من اللي فهمته من كلامكم انه يعني كده كده ربنا هيستجيب، اما دلوقتي او بعدين. ده صح اللي انا فهمته ولا لا؟ تمام حاضر، هنوضح لحضرتك اكتر. في عند حضرتك اي استفسار تاني؟ لا شكرا، هو ده بس. ماشي عفوا. الاتصال بيقول ان كده كده ربنا هيستجيب سواء دلوقتي او بعد شويه. ايه راي حضرتك في الكلام؟ طبعا استنتاج في محله. يعني من الواضح الضيوف اللي جم ربنا استجاب فورا وربنا استجاب بس بعد شوية. لكن خلونا نعرف رأي الجمهور ورأي الشارع مع مراسلنا الأستاذ مجدي. مين سمع السؤال؟ مين يشاركنا؟ مين يشارك؟ تحب تجاوبينا على إجابة؟ تجاوبي على السؤال؟ نقول السؤال تاني. ربنا هيستجيب بالصلاة إما فورا ويقول أوكي خد اللي أنت عايزه أنا موافق عليه، أو يقول لي بعدين أنا هديك بعدين. يعني كده كده هيديني. مين يشارك؟ مين يجاوب؟ اتفضلي. اهلا وسهلا. اتفضلي. تعالي بص الكاميرا. نتعرف عليكي. انجي. لا مش سامع. انجي سامع. اهلا وسهلا. اتفضلي. هو ممكن ربنا يستجيب وممكن ما يستجيبش بعد وقت طويل، علشان لو ما كانش اللي انا عايزاه من قلبي، يعني زي ما بطلب حاجات وخلاص.
ممكن يكون حد بيطلب حاجات وخلاص هو مش محتاجها. يعني واحد يصحى الصبح مثلا يا رب اديني قطر النهارده، هيعمل بيه ايه القطر؟ صح؟ متشكرين، شكرا. ودلوقتي في ضيف كان معانا شويه هيجي تاني وهيقول لنا على نوع ثالث من انواع الصلاه. اهلا وسهلا نبي الله موسى، اهلا وسهلا. بس خلي بالكم عشان ده عصبي واتعصب قبل كده على الصخره وضربها، فايه ما حدش يعصبه. اهلا وسهلا. اهلا بيك. كنا عايزين بقى نسمع دلوقتي من حضرتك موقف. انت حكيت لنا من شويه الصلاه اللي تم استجابتها فورا. انت كل ما كانت ايديك تبقى مرفوعه كان الشعب يبقى منتصر على عماليق، لما ايديك كانت تنزل كان الشعب بينهزم. عشان كده حضرتك حكيت لنا انك قعدت وفي 2 رفعوا دراعك عشان النصره تفضل مستمره. هل في نوع تاني او تجربه تاني حضرتك مريت بيها في موضوع الصلاه؟ انت عارف وانا في مصر الرب كان مديني عصايه، والعصايه دي كانت بتعمل حاجات عجيبه جدا. انا مره ضربت بيها نهر اتحول لدم، وكذا معجزه الرب عملهم بالعصايه ديت. وانت فاكر لما قلت لك الشعب كان بيتذمر عايز يشرب؟ في مره اتنقلنا تانية في حته تانية اسمها مسة ومريبه، وهناك يا ابني ما كانش فيه ميه خالص. يعني تفتكر مره رحنا لقينا في ميه بس كانت مره ما تصلحش للشرب. المره دي ما كانش فيه ولا نقطه ميه، المكان كله صخور وحجاره وجبال ومفيش ميه خالص. وانا بصراحه يا مجدي كنت كبرت في السن وخلقي ضاق وزهقت من الشعب اللي كل شويه طلبات طلبات طلبات. ووقفت قدام ربنا، وربنا شاور لي على صخره معينه وقال لي يا موسى خد هارون وكلم الصخره قدام كل جماعه اسرائيل، والصخره هتخرج ميه عشان يعرفوا ان انا الرب. تمام. بس انا في الحقيقه زي ما قلت لك العصبيه والنرفزه وطلبات الشعب يعني كانت لا تطاق. طلبات 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 طلبات. جيت قدام الشعب وشفت الصخره. في الحقيقه يا مجدي انا ما عملتش اللي الرب قاله. ما كلمتش الصخره زي ما الرب قال لك؟ لا انا ضربتها. ضربت الصخره؟ من النرفزه خالفت كلام الرب؟ ضربت الصخره مش كلمتها. الرب قال لك كلم الصخره. ايوه. وانت عارف ان الرب غضب على كتير من الشعب وقال مش هيدخلوا الارض. بس انا قلت عمر ما انا الوقت اللي قضيته مع الشعب في رعايتهم ان الرب مش هيسمع صلاتي وما يدخلنيش الارض. انا اللي صليت عشانهم في الحرب وانتصروا، انا اللي صليت عشان المن ينزل، انا اللي صليت عشان السلوى تنزل، انا اللي صليت عشان الرب يرفع الوباء عن الشعب، والرب كان بيستجيب في كل مرة. لكن المرة دي قلت له يا رب انا هدخل الارض امتى مع الشعب؟ قال لي انت مش هتدخل يا موسى عشان انت ما سمعتش كلامي بالظبط وعملت حاجات من دماغك. وانا صليت للرب كتير وطلبت من الرب كتير، ولكن الرب كان على موقفه. قال لي انت مش هتدخل الارض، يعني مش هتدخل الارض. الرب قال له كلم الصخره، هو ضرب الصخره، الرب زعل قال له مش هتدخل الارض، وموسى مات من غير ما يدخل الارض مع الشعب. شكرا يا ابني. شكرا. واسمع كلام الرب، اللي يقول لك عليه الرب اعمله عشان ما يحصلكش زي اللي حصل لي. شرفتنا وشكرا ليك. اعزائي المشاهدين عوده للاستوديو وضيوفنا. استاذ مجدي، وحابين في نهايه نلم الحلقه ونعرف النقط المهمه اللي كانت موجوده في الحلقه النهارده. احب افكر المشاهدين بالصلاه هي وسيله الاتصال بيني وبين الله. مده الصلاه مش محدده، ممكن اصلي 5 دقائق 10 دقائق ربع ساعه اليوم كله، مفيش مشكله. امتى اصلي؟ في اي وقت، الصبح الظهر بالليل. ربنا مش بيبقى عنده وقت غير متاح فيه، الله متاح في كل الوقت. ازاي اصلي؟ اصلي بخشوع باحترام وانا قاعد وانا واقف، مش شرط. اصلي لمين؟ اصلي للرب يسوع نفسه. ليه؟ لان هو اللي يقدر، وهو اللي بيحبني، وهو القدير، وهو اللي يقدر يسمع كل الناس في كل الاوقات ايا كان مكانهم وايا كان ظروفهم. شروط الصلاة المستجابة ان يكون عندي ايمان، اكون فاهم انا بطلب ايه، واللي انا بطلبه اكون عايزه. شروط الصلاة الغير مستجابة ان يكون في خطية في قلبي، اكون انا اساسا مش مؤمن،
ان يكون ما عنديش ايمان. في 3 انواع من استجابات الصلاه. اما الله يقول لي انا موافق على صلاتك ويديني اللي انا عايزه فورا، زي ما حصل مع موسى وزي ما حصل مع بطرس لما قال يا رب نجني. او الله يتاخر في الصلاه في الاجابه، يقول لي حاضر بس مش دلوقتي، في ميعاد محدد انا مجهزه، زي ما كان مع ابراهيم لغايه لما ابراهيم قعد يصلي وقت طويل قوي لغايه لما الرب اداله لما كان سنه 100 سنه. كمان ممكن الله يقول لي لا، الصلاه بتاعتك ديت انا سمعتها بس بقول لك مش هتنفعك، مش لمصلحتك. زي ما كان معانا المراسل وقال انه لو واحد طلب، طفل صغير بيطلب من ربنا قطر وعنده ايمان ان يجي انه ربنا يديله قطر، هيعمل بيه ايه القطر؟ قطر بجد يعني. او واحد يطلب طياره، طب هو مش هيعرف يسوق الطياره، طب خلاص واحد يعني صغير عنده 5 سنين بيطلب عربيه، يا رب انا عايز عربيه، عنده ايمان وما عندوش خطيه في قلبه، بس دي طلبه تنفعه ولا ما تنفعوش؟ فمش شرط الله يقول لي اوكي خد، ولا كمان هديك بس مش دلوقتي، لكن كمان يقول لي لا انا مش هديك الطلب ده، الطلب دوت مش لمصلحتك مش لخيرك، انا مش موافق عليه. فكده الله ممكن يقول لي اوكي او استنى او لا، اوكي او استنى او لا. في نهايه حلقتنا بنشكر كل المشاهدين وشكرا لاستماعكم وشكرا لاتصالاتكم وبنشكر المذيع اسمك ايه؟ مينا.